يا مساء الانوار، عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشين والله العظيم يا حبايبي. تعالوا كلوا معانا قرنبيط. قرنبيط عملته لكم. معلش يا ليلى هقومك تاني. ايه حطش ده صدر السمك بس. معلش يا ليلى، جرجير اهم حاجه. عملت لكم فيديو لطريقه عمل القرنبيط بشكل مختصر وسريع كده، فيديو شورت ماشي، ادخلوا بصوا عليه. وقلت لكم فيه استنونا هنقعد ناكل سوا مع بعض القرنبيط. تعالوا بقى اتفضلوا معانا. هلكت النهارده والله العظيم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اول خير. اتهلكت في الشقه انا وليلي. بعمل القرنبيط انتوا عارفين دبكه ازاي وعكه ودربكه بالخلطه بتاعته دي، بس الحمد لله. معلش احنا وقعنا ولا ايه؟ احنا وقعنا ولا حد سمع علينا؟ هو ليه كان بعيد كده صحيح؟ معلش. بتدخلوا بصوا على الفيديو. الرز عشان القرنبيط اللي تعالوا كلوا معايا عشان مش بحب قوي المقلي، يعني بحب الطبيخ. انا عملت لها طريقه قرنبيط برضو، بس طبيخ بطماطم كده واللحمه المفرومه وكده يعني. ممكن تعمل قرداحي من غير لحمه مفرومه يعني. هي بتحب الطريقه دي اكتر، ما بتحبش المقلي. بتحبه بس ملهاش فيه قوي يعني. بس فيبقوا عايزين تشوفوا الطريقه موجوده على القناه، عايزين تشوفوا المختصر بتاع الفيديو على الشورت اللي تحبوه. بس يا حبايبي والله العظيم اتهديت قوي النهارده انا وجيت، ولسه ورانا مشوار فحت ردم يعني النهارده من اوله لاخره. الحمد لله على كل حال. ربنا يقوينا ويعيننا يا رب، ويعينكم ويقويكم ويقدركم ويسخركم يا رب لخدمة ولادكم وبيوتكم، ويعينكم على المعايش والمسؤولية. اللهم امين احنا واياكم يا رب العالمين. ويزيد بيوتكم يا رب وعيالكم بركة وخير وتوفيق من رب العالمين، وسعادة وزيادة في الرزق وكل حاجة حلوة. بدعي النفس بدعي لكم. تعالوا كلوا بقى معانا. بصوا الجمال. جامد والله، حلو قوي. حلو. مشكلته الوحيدة بس ان هو بيشرب زيت كتير. مهما شقلبنا وعملنا بيشرب زيت بقى. في طريقة كده بعد ما تحطوه في الكفر اللي هو الخليط ده. الدكتوره بتاعت ماما النهارده مديالها فري. وماما متعصبه منها قوي عشان ايه مبوظه الدنيا. تديها يومين 3 فري، بعدين تبتدي من يوم مش عارف ايه. دلوقتي مديها يوم واحد بس فري، عشان ماما طبعا في حاجات لخبطت فيها وبوظتها. هو انا متعصبه ومش متعصبه يعني. هو انا يعني متضايقه من موضوع اليوم الواحد ده الفري. وفي دكاتره ما بتديش فري اصلا غير بعد ما بنوصل لوزن معين. هي ما شاء الله فري قوي، هي الدكتوره نفسها فري يعني. ربنا يخلينا ليك يا دكتوره شيماء، ويخليكي لينا. ونعيش ونغلبك كده. بس هي مدلعانه زياده يعني. انا متضايقه من موضوع الفري اليوم الواحد ده، ومش متضايقه لان انا الموضوع لا يحتمل فري اصلا. يعني لازم اقعد بشكل متواصل كده اظبط الدايت لحد ما اوصل على الاقل لوزن معين، او انقص كام كيلو كده على الاقل وبعدين اعمل فري. بس المشكله بقى انه الجسم عندي بيحرق، الحرق ضعيف. انت بقى الدكتوره قالت لي لازم تكسري ده يعني. معلش حبايبي، فاصل ثم عدنا يعني. فاصل مفاجئ، ظرف طارئ. ايه؟ موضوع الفري. الفري بس. ما انت حبيبتي هي ما تديكي يوم فري ولا يومين، انت ما تاخديهوش فري، انت كملي.
ما هو لازم تديني، والمشكله مش فاهمه. انا كنت لسه بقول لهم الحرق عندي ضعيف عشان الغده، عشان كذا مشكله صحيه عندي، الهرمونات متلخبطه فمفيش حرق. فلما الجسم بقى بيزنجر بعد كيلو نزول ولا حاجه بيفضل ثابت او بيخزن ميه، فبتقولي لا لازم تلخبطي يوم حتى ولا يومين بالكتير وترجعي تعملي نظام تاني عشان جسمك يبتدي يحرق تاني. عملية نظام مختلف يعني. بعد ما تعبت من الغدة الموضوع اختلف معايا، كنت بحرق كويس قوي الاول. بس مكدبتش خبر ورحت جريت على جبتلكوا، جبتلكوا حتة قرنبيطة حلوة محترمة. قلت والله بعمل قرنبيط وحشني قوي يعني. طول الموسم بتاعه ما عملتش، ما جبتوش ولا مرة. قلت الحق قبل ما يمشي بقى ولا يشح في السوق يعني. بس مكدبناش خبر، جبناه وعملناه وقلنا ننزل لكم الوصفة في القناة. بيبقى تحفه معاه قوي الطماطم اللي بالكمون الكمون دي، ولا قولي لهم طريقتها. توم يعني خلطة التوم دي اللي هي زي بتاعة السمك اللي هي بتاعة تخليل البتنجان والسمك وكده يعني. فعارفين الخلطة العادية، توم كمون كزبرة شوية فلفل رومي على حراق ملح شطة، كلهم يتضربوا في الخلاط او في الكبة، وتبتدي تخليلي بيهم بقى طماطم تمشي مع البتنجان، اي نوع سمك. هتشوي سمك برضه تعمليها من التسقية بتاعت الشوي دي جميل قوي. تسلم ايدك يا ماما. لسه من حبيبتي بألف هنا وشفا على قلبك وقلوبكم كلكم يا حبايب قلبي. متنسوش والنبي تدعمونا. انا زعلانه قوي المشاهدات قلت في القناه او حصل فيها دروب كده. خلوا كتفكم في كتفنا، ادعمونا باللايك والشير، ما تنسوش لان ده اكيد بيساعدنا واكيد بيفرق معانا كتير قوي وجودكم معانا في القناه. واللايك والشير ده حاجه مهمه قوي يعني عندنا. 164 يلا عايزين نقفل نشوف. فأرجوكم نشوف احنا ننزل عندنا انت ناسيه ولا ايه؟ ما احنا عمالين نتفرج عليهم بقى الحلقه بتاعت امبارح النهارده تمام على التليفون. كنت بقول ايه نسيتيني القناه يعني لما بس حبايبي ادعموا باللايك والشير، اعرفوا الموضوع ده مهم قوي بالنسبه لنا. عايزين نوقف القناه تاني على رجلها، عايزينها تظهر تتشاف تبان واي وصفه اي حاجه جديده بنعملها يوصل لكم اشعار بيها. اللي ما شافناش قبل كده وشافنا اول مره يعمل لنا اشتراك، يفعل لنا زر الجرس، اعملوا شير للفيديوهات، ادخلوا لنا بكومنتات حلوه فيها الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. خدوا ثواب يا جماعه على الاقل وادونا ثواب. خلونا سبب لبعض في الخير يعني. عندنا اللايفات تابعوها، ادخلوا لنا لايفاتنا عشان تنبسطوا وتتسلوا معانا كتير. نبقى عيله واحده ان شاء الله. عجبكم الفيديو وشينا فيه قبول بالنسبه لكم، حبيتونا مثلا يعني، متستخسروش فينا اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس. عايز تقول حاجه لولو؟ اتفضلوا معانا. بحبكم قوي. تصبحوا على خير. على خير.